ثم أما بعد نصلي على رسول الله. إن الإسلام حتة مهمة جدا إحنا كلنا بنشكي منها، سواء في الأولاد أو البنات أو الزوجات. الإسلام لابد أن يتبلور على سلوكيات المسلم من الصغر، تربى عليه، تربى كيف يتكلم، كيف يعامل الكبير، كيف يحترم الوالد والوالدة، كيف يحترم الجار، كيف يتعامل مع الدابة الصماء، كيف يتعامل مع الأذى الذي يتعرض له الناس، كيف يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ومتى تكون صلاته عند الله مقبولة وأعماله الصالحة عند الله موصولة. هذه مهمة. فلما كان الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ترى الرائي وتشم فيه ريحة الإسلام. ترى الرائي أو المرئي وترى فيه الإسلام بعينه في كل سلوكه ومقدرات حياته. فالإسلام لم يكن دين يدان به بطقوس وبمظاهر، وإنما الإسلام كان هي الأخلاق التي جاء بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكل ذلك يتوقف على الحياء. عليه الحياء. لابد أن نزرع في أولادنا وفي قلوبهم الحياء. وهو إيه الحياء؟ هو أن يستحي من فعل المنكر، أن يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يغضبه وأن يترك أمره وأن يبعد بعيدا عن نهجه وعن دينه وأن يتطلع إلى هواه وإلى نفسه. فالحياء هو الخلق الذي تستقيم به الحياة كلها. ولذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع إيه؟ ما شئت. إذا كنت ما تستحيش يعني اللي تعمله. يبقى مين اللي هو واخد بالك يجعل الإسلام بنورانيته وكمال أخلاقه وصفاء بيعته الحياة. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام الإيمان بضع وستون شعبة أو وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى والحياء الوحد شعبة مش الله. واخد بالك؟ فالحياء اللي عاوز نربيه في الابن وفي البنت. الحياء يجب أن نربيه في قلوبنا حينما يجد الطفل سواء ذكر أو أنثى الحياء عائد في أمه تستحي واخد بالك تستر نفسها أمامها عشان هو ليه ما هو ممكن تبدو الزينة، لكن حينما يراها تتحفظ وتستر نفسها واخد بالك يرى فيها إيه وأن تستحي حينما يدخل عليها زوجها كانت جالسة تقف واخد بالك وإن كان يكلمها تقول له نعم وإذا طلب تقول له حاضر
وتستحي أن يراها زوجها على حالة هو يكرهها لا يرضاها. الحياة خلق يتعلم يكتسب، خلق يتعلم ويكتسب ولذلك واخد بالك الإنسان حينما ترى الراجل عنده يقول لك فلان ده حقيقي، إنسان إيه؟ حقيقي يعني يتكسف، واخد بالك لا يقول كلمة مش كويسة أو يدي وعد وما ينفذش بيه، واخد بالك أو يرد سائل طلب منه مش كده، أو يشوف حاجة كده ويعمل نفسه إنه هو مش تبعه يلا وخد بعضه ويمشي، واخد بالك واحد الله. حينما ترى إنسان حقيقي تلقاه محبوب، محدش يخليك تحب عند الله وعند رسول الله وعند الخلق جميعا وعند الدواب حتى وعند الجمادات إلا الحياة، إلا الحياة. واحد الله سمع الصلاة عليه واخد بالك. ولا رسول الله حيي كريم كان يستحي رسول الله أن يسأله السائل ويرده خالبا، يستحي واحد الله. كان يستحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقابل إيذاء قومه بإيذاء مثله أو كلام قومه بكلام مثله، وكان إيه حي. وأنتم تعرفون موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما آذوه وأدموا قدماه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يبين من هو رسوله محمد، وأن الله يباهي الملائكة بسيدنا محمد في ذاته وفي خلقه وفي تعامله وفي حيائه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول كان رسول الله أشد حياء من البكر في خدرها. واحد الله. وما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه قط عشان يبين خاده ولا مع ان ايه واخد بالك دلوقتي يعني بتلاقي واحد مثلا لابس له ايه حته الشورت كده ومعه كلها باينه ولابس جلابيه، واخد بالك ده ما يعرفش اخلاق حاضر في النت، يعني مستوره العوره. ولكن ايه الحياه يجعلك ايه تقعد تحفظ في ملابسك كده وتعمل ايه وتشوف نفسك كده في حاجه باينه ولا ما بايناش مش كده برضه واحد الله. فاذا الاسلام لم يكن مظهريات ولا طقوس، الإسلام نورانيات. إذا أشرق الإسلام نورا في صدرك شرح الله به صدرك وزكى به نفسك ورقى به روحك وأثقل به ميزانك وجعلك رفيق الحبيب المصطفى في الجنة. قالوا كده هو واخد بالك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم واخد بالك كان إذا دخل عليه عثمان بن عفان واخد بالك وكان مضطجعا كان إيه يعتدي بعثمان بن عفان. لماذا؟ مش معنى ذلك ما يقولش الوالد قدامي، ولكن يريد رسول الله أن يظهر مكانة عثمان عند ربه، لأن كان سيدنا عثمان يستحي أن يكون معه المال ويبخل به عن خلق الله. كان يستحي أن يراه الناس في ثياب جميلة وهم في ثياب موقعة. كان يستحي أن يرى الناس يمشون رجالا أي على أرجلهم وهو راكب. سمعنا الصلاة على كده. فكان يقولوا له يعني دخل عمر ودخل فلان وعلان وانت ما اعتدلتش. قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ومقياس أمبير للإيمان الحياة. الشاب الذي يغض بصره حينما يرى بنت ماشية ولا مرة ماشية، هذا هو الحياة. استحي أن يفعل ذلك.
حينما تجد رجلا يستحي أن يجلس على قهوة، يستحي يعني يخجل اللي يقعد على قهوة إلا لعذر أو لسبب اضطراري، أو يستحي يقعد على كبري، أو يستحي يقعد في الطريق. هذا الإنسان هو الذي اختمر فيه الإسلام وتخمر. هذا الإنسان هو الذي أمده الله بمدد من عنده وأنزل عليه الحياة من لدنه خلقا وأدبا ودينا، واخد بالك، وهكذا وحد الله. فما نرى من مفارقات عجيبة ممن يظهرون وهم يلبسون زي الإسلام ولكن لا تجد الإسلام فيهم، يصلون ولكن لا تجد الصلاة فيهم، يزكون ولكن لا تجد الزكاة فيهم، وهكذا. فكل ما تعبدنا به الله سبحانه وتعالى هو أصلا مصدر الحياة. سمعني صلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وخلي بالك. فإذا الإسلام يتربى عليه ابني ده يستحي، عنده حياة، عنده ايه؟ حياة، واخد بالك. زي ما انتوا عارفين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ إنما ما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ايه؟ ماشي. يبقى ايه الحد الفاصل بين المؤمن وغير المؤمن؟ الحياة. والحد الفاصل بين المسلم وغير المسلم؟ الحياة. احنا الحياة دلوقتي الشاي من مين؟ حتى القيادات نجد أن لا نرى فيهم ايه؟ رائحة الحياة، مع أنهم ذو علم ومعرفة وسياسة وفكر وكلام، ويتفقهون ويخطبون ويوعظون، ولكن العبارة ليست هكذا، إنما العبارة أن تكون حييا، أن تكون إيه؟ حييا، عندك حياة. وحد الله. نرى هذا ما افتقدناه حتى في عملك أحدنا مع زوجته يفتقد الحياة، أو المرأة مع زوجها تفتقد الحياة، أو الجار مع جاره يفتقد الحياة. فدي المصيبة اللي حلت، واخد بالك. لا الكبير لا الصغير يحترم الكبير، ولا الكبير يرحم الصغير، ولا الأخ يعفو عن أخيه. ليه؟ كله ناجي من إيه؟ من إيه؟ من هذا الحياة. سمعنا صلى الله عليه وسلم. وشوفوا حضرة النبي لما كان يحب يتكلم عن ربنا يقول إن الله حيي كريم. يا سلام، إن الله إيه؟ حيي كريم. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أنت على ما فيك وقصدت بابه لم يغلق بابه أمامك. وانتم عارفين الشاب الذي عصى وعصى معصية كبيرة من الكبائر، ولكن تذكر في ايه؟ واخد بالك، تذكر في نفسه ورأى ما في القبر من هوله، وخرج هائما على صدره ايه؟ على وجهه من فعلته النكراء، ثم يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ممزق الثياب ويا ويلتاه يا ويلتاه، واخد بالك. وحاله كان ايه؟ كل ما يجد محاط داخل جميل يجمع لاجله. ثم سالهم الرسول ما بكم؟ ما بالكم؟ ايه اللي حصل معاكم؟ قالوا بالباب شاب احرق فلبة كبدنا من بكائه وندبه، فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان حينما خرج حالته ساءت اكثر. ليه؟ لانه استحى كيف يقابل رسول الله وهو على هذه الحاله، كيف
فيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتمد بأمره وانتهى واخد بالك، والرسول يسأله وهو واخد بالك يثقل لسانه على أن يجيب، فعلت ذنبا ما تقول لي ما يحييه يقول لي ده فهذا أثر أحرق فؤاده واخد بالك، فقال له يا هذا فالله أعلى وأكرم. فحينما رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل واخد بالك، والرجل طبعا الرسول عنده أطلع ربنا على أعمال العباد، أطلع على أعمال عباد تعرض عليه فلما عرض العمل على رسول الله انقبض قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ولم ينظر إلى الشاب لأنه فعل الفاحشة. فخرج الشاب هائما على على وجهه في صحراء جرداء وشمس حامية، وأخذ يتمرغ في الرمل الحامي حياء. قال اللهم إني فعلت ذلك وأنت أعلم به ورسولك أعلم أنه أعلمت به، فأسألك يا الله ألا تخزني يوم القيامة، تحرقني بنارك قبل الموت حتى لا تفضحني بعد الموت. الله شفت ازاي؟ حتى لا تفضحني بعد الموت. فإذا بالله يرسل جبريل إلى حضرة النبي ويقول له يا رسول الله يا محمد يقف على باب من إذا ضربناه. لما بيجي يشفع يروح فين لو احنا ضربناه؟ يعني أن الله سبحانه يستحي منك أنت العبد أن تسأله ويخيبك، فكيف لا تستحي من الله سبحانه وتعالى وأنت تخالف معاصيه ولم تتأدب بآداب؟ أنا عاوزكم تكونوا رجال الحياة، عندك حياة ماشي واخد بالك وتقدر تعمل لحد واجب تعمله حياء من الله سبحانه وتعالى. احترم أمك، احترم أبيك، احترم جارك، احترم الفقير، احترم اليتيم. هذا كله هو المطلوب. ده الإسلام. الإسلام لم يكن أن أتشبك، وانتم عارفين واخد بالك الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية واخد بالك. كان واحد من كبار العلماء، وكبار العلماء مش العلماء ده نوعين واخد بالك، علم جاء بالكسب وعلم جاء بالوهب. فعلم الكسب مقام وعلم الوهب حال. هذا الفرق كان حال وهب وغير مستقر، لكن المقام ثابت وكسبي. خلي بالك ازاي؟ يعني انت حينما تجتنب ما نهى الله عنه وتفعل ما امر الله به يبقى حققت التقوى. واللي حقق التقوى ومن يتق الله وان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى. لا ما نعم، واتقوا الله ويعلمكم الله دي اللي العلم اللي بنقول عليه علم المقام وغير علم الحال. ولكن علم الحال واخد بالك ارقى كثير من علم المقام. واخد بالك ارقى العلم المقام، ولذلك وصل ارباب الاحوال الى واخد بالك الى الفناء. الى الفناء حياء من الله عن عجزهم في ان يعبدوه او يشكروه العباده الحقه التي تليق به. يستحب ربنا يقابلوه
وشو يتصرف ببيعاتي ولا شهر يصوموه ولا صحيح ما رب انت فضلك علينا واسع وكبير. وحد الله. بخلاف تبقى يقول لك خلاص انت تصدق عشان تاخذ حسنات ماشي كله ايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وحد الله. شوف وابشرون الا اكبر الله منه سمعنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلكم من تزوج فليسمع فليستمع ما تسمعش فليستمع ومن لم يتزوج فليستمع. من تزوج فعليه أن يتخلق بالحياة مع زوجته ومع ولده وخلي بالك ومع جاره ومع المار العامة ومع الخاص عنده ايه؟ عنده حياة. لما يشوفك الوقت بتستحي هيتعلم منك ايه؟ الحياة. لكن لما يشوفك بيشتم عمه سيبك من الشتيمة. الشتيمة أنت في ملك من؟ وتحت مرأى من؟ وتحت سمع من؟ وأنت تعلم علم اليقين أن الأعمال تعرض على رسول الله. أما تستحي من الله سبحانه وتعالى أن يراك في هذا؟ هذا هو استحي منه هو بس. فإذا إسلام بلا حياة واخد بالك نبات بلا ثمر أو شجر بلا إيه؟ بلا ثمر. الإنسان المؤمن لما يقول الله أكبر يستحي أن يظل على ما هو عليه والله يقول إيه تعالى أنا عايزك. يستحي أن يتأخر عن الصلاة المفروضة حياء من الله مش إنها فريضة عليه. هذه الفارق هذه إيه؟ وكان إيه ذلك كان واحد إذا أذن المؤذن وبإيه ويرفع حوله أو فأس أو ضريته لفوق وقال الله أكبر لم ينزلها على الأرض ولكن يرتفع إلى الخلف حياء من الله. مع بيع ريحة الله أكبر يستحي من الله أن يكون إيه؟ وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لا صب عليك. فإحنا عاوزين جرعة الحياة. إحنا فقدنا الحياة. إحنا لما نمسك بعضينا ونشتم بعضينا ونعمل بعضينا أين الحياة؟ اللي بيحصل في ما يقال من النخبة وغير النخبة والحزب ما يقال. أين الحياة؟ أين الحياة؟ فإذا الحياة كان زمان وحد الله الشاب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابي واخد بالك كانوا يستحيون واخد بالك أن يرفعوا أعينهم إلى رسول الله حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لا يدرون إيه قبل في الشارع وهم ماشيين. يعني لو سألت واحد قبل لو ممكن عطله يمشي بجنبه واخد بالك نعرف مين المشي جنبه. ليه؟ لأن قلبه حياء يحط دايما ينظر يغض بصره. يغض بصره من حياء من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. ما يعرفش مين. ليه؟ يستحي أن يراه الله على معصية. ولذلك في قال اتقوا الله واتقوا الله حق تقاته يعني استحيوا منه. الحياء لحق تقاته. فإذا انت عليك خلي ولدك يستحي. تعلم الحياة. تعلم بنتك الحياة. بس هيتعلموه ازاي؟ هتقول لهم الحياة الشعب مش هيعرفوا. هتقعد لهم مش هيعرفوا. لكن لابد ان تكون انت انت الحياة. انت الحياة. انت الخلق الحسن. انت الاسلام. انت الايمان. انت الاسلام. انت الايمان الى ان تبقى تلك انت الاحسان. وسمعنا الصلاة والسلام. ولذلك لا تنفعك صلاتك ولا صيامك ولا صدقتك ولا حجك واخد بالك ولا اي شيء من ذلك
إلا إذا كان هذا العمل أنبت إيه؟ نابع عن إيه؟ عن حياة. نابع عن إيه؟ عن حياة. واخد بالك؟ والحياة هو أسمى مراتب الأخلاق. أسمى مراتب إيه؟ الأخلاق. وحد الله. يقال له إيه؟ أنتوا عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لك إيه؟ الثلاثة اللي دخلوا على مجلس العلم، على مجلس رسول الله، واحد يجي له مكانه قاعد، والثاني عمل ايه؟ وقع واقع، والثالث في بعضه ايه؟ كما الاول فأواه الله، والثاني قال فأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. ما فيش يمشي حياة يعني قاعد واقف بس ما فيش ايه؟ يمشي حياة استحى ان في مجلس العلم. كلنا عاوزين درس في الحياة عشان اولادنا يتعلموا الحياة. ولما تختار زوجة اختار زوجة تستحي عندها حياة. المرأة واخد بالك لا تفيدها الموعظة، واخد بالك لا تفيدها الموعظة ولكن يفيدها الحياة. الحياة أن تستحي من الله سبحانه وتعالى الذي خلقها وجملها بالمفاتن حتى تستحي من ذلك أن يراها أحد وهي مبهرة بذلك حياء من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فتلبس الجلباب الواسع وتغطي صدرها وعضلتها حياء من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. حتى المرأة في البيت بعض يقول لها مثلا غطها وأنا في بيتي يعني كده مريض. لو استحت من الله علشان العيل يتعلم أمه ماشية ازاي وقاعدة ازاي، لازم في الشيء في حالة اللزوم خلاص. في حالة الزوجة يخلوها مع زوجها من أمر ثاني، ولكن في البيت لابد أن يرى الطفل والطفلة الحياة تستحي، والابن أنت برضه تستحي واحد الله. فإذا إحنا افتقدنا عنصر أساسي في الدين، عنصر أساسي في الدين، وإني لا أرى حسن الخلق هو الحياة. هو إيه؟ الحياة. ليه؟ صح. أحسن ما في الأخلاق إيه؟ الحياة. واخد بالك؟ الحياة. سمعنا الصلاة على رسول الله. فإذا يا أحباب إحنا عاوزين سرعة الحياة. خلينا نبدأ كيف نتخلص مما نحن فيه. سمعنا الصلاة على رسول الله. إيه بقى اللي إحنا عاوزين نوصل له مرتبة الحياة. طيب نوصل له إزاي؟ إيه الطريقة؟ كيف نتعامل؟ إحنا خلاص نشأنا كده، وجدنا أبونا بيشتم أمنا وأمنا بتشتم أبونا، واخد بالك؟ وأمنا مثلا جالعة وإيه واخد بالك؟ وأبونا بيشرب سجاير وقاعد كده بيشتم الناس يعمل الناس، أو بيبيع مخدرات، أو نتخلص إزاي؟ ما هو الطريق؟ كيف نخلص من اللي إحنا فيه؟ اللي تربينا عليه نخلص فيه إزاي؟ كيف نربي الخلق الحياة فينا؟ دي المشكلة، دي القضية المهمة. أولا أي عمل تحب به واخد بالك أن ترضي الله سبحانه وتعالى التوبة. تعمل إيه؟ التوبة. تندم على الحاجات اللي عملتها. ندم مش ندم، ندم. تندم على الحاجات اللي عملتها وخرجت عن اسم الحياة الإيمان، واخد بالك؟ تندم عليها. ثم تجديد البيع. ثم تجديد ايه؟ البيع. ثم تبحث لك عن مرجعية أخلاقية تتعلم منها السلوك ايه؟ تصاحبها، ترافقها. واخد بالك؟ بنمرة ايه؟ نمرة 2. نمرة 3 ألا تخالط من لا حياء فيه. من لا حياء فيه لا خير ايه؟ فيه.
تبعد عن الايه؟ نمرة 5 ألا تقترب من موضع يخدش فيه الحياة. يخدش فيه ايه؟ الحياة، زي النوادي والكباريهات وفي البلد والكباري والكازينات اللي هي ايه بقى، يعني تبعد في مكان ايه؟ يخدش فيه ايه؟ الحياة. وحد الله بيرينا 5 حاجات مهمة. حاجات ايه؟ حاجات مهمة. الحاجة الثانية حينما تجد أمرا يحتاج منك أن تتدخل بقولك أو بيدك أو برجلك، حينما تقول تذهب إليه وأنت معتمدا على الله سبحانه وتعالى وتستحي من الله أن يعاتبك في ذلك. يعني مثلا أنت مشيت ولقيت مثلا خروف ميت في الطريق، يقول ربنا لما مريت على الخروف وميت وبيعفن الدنيا أعمل إيه؟ أستحي من ربنا. يقول ربنا ما أنت مريت عليه شفته. واخد بالك؟ تنزل وتشيل الأذى ده حياء من مين؟ إن الله لما يشوفك كده وحد الله سمعنا صلى الله عليه وسلم لما يحصل خصومة بينك وبين أهلك، استحي من الله لما تبيت ربنا يسألك يقول لك أنت هتبيت وأنت على خصومة. تستحي زي سيدنا الحسن وابن الحنفية رضي الله عنهم أبناء الإمام علي، لم يبيتا متخاصمين وإنما خرج كل منهم إلى أخيه حتى لا ينام حياء من الله سبحانه وتعالى وحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنا جعفري أو أنا شريف، أو المفروض أن يكون عندي نرى فيه الحياء. حياء تحضر النبي صلى الله عليه وسلم. وحد الله وسمعنا الصلاة على رسول الله. يبقى عرفنا ازاي ان احنا نوصل للحياة. اولا التوبة. وايه التوبة يعني؟ الندى. نمرة 2 تجديد البيعة، المرجعية، البيعة. واخد بالك؟ البيعة على على مرجعية اخلاقية. تكون هذه المرجعية من اهل الذكر، من اهل الذكر اللي هم عارفوا يعني ترى فيهم خلق الحياة. نمرة 3 أنت ألا تصاحب من لا حياء فيه ولو كان أخوك أو أبوك أو حتى. نمرة 4 تجتنب المواضع التي يخدش فيها الحياة، زي الأفلام الخليعة، زي الألعاب الخليعة، زي البنات اللي بيلعبوا مصارعة أو بيلعبوا كاراتيه أو بيلعبوا سباحة أو اسمه بيسموها اسمها تنس. أفلام ولو حاجة ثانية بيسموها كليب، كانوا ولا فيديو كليب أو اسمها كليبات، كانوا كلبات. والمهم واخد بالك. نمرة 2 نمرة 3 ان احنا تبتعد عن مواقع يخرج فيها الحياة. زي برضه من بسري لما تركب اغنية احنا ربنا بتسمعها بتتكلم في في عواطف وتتكلم في بالك. والله العظيم ما في العواطف الجياشة والاحاسيس الرقراقة تراها في قول المولى وحديث النبي. الفسحة تراها في تلاوة القرآن واخد بالك، والعزاء تراها في الصلاة على حضرة النبي. تبعد عن المواطن يحدث فيها الحياة زي ما قلت لك عليه. نبقى 5 ولا ولا ما وصلناهاش؟ مستمع الصلاة على حضرة النبي. إذا استطعت أن تذهب إلى مكان وتغيير فيه باليد أو بالقول. نعم. حينما يعني تعمل حاجة حياء من مين؟ من الله. تتعامل بدينك
بإيه؟ بخلق الحياة. بخلق إيه؟ الحياة. كان رسول الله في مرة معاه 3000 أنفق درهمين ودرهم قاعد. الدرهم اللي قاعد ما بيشفي اللي هو قال بيه من الشمال. استحى من الله يقول له الدرهم ده خليته لي. لما لم تنفقه؟ لما لم إيه؟ تنفقه يعني تصرفه يعني إيه؟ تخلص منه. خلي بالك وحد الله فالسخاء من الحياة مش كده ولا ايه؟ سمعنا الصلاة على رسول الله. دي بقى الحاجات اللي هي نصل فيها بس عاوز ازاي ناخد إعانة عليها، ازاي نتقوى عليها، ايه المدد، ايه القوة والطاقة اللي احنا نخلينا نعمل ده كله؟ أن تكثر من قول لا إله إلا الله. أن تكثر من قول إيه؟ لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. جددوا إيمانكم. قالوا بما؟ قال أكثروا من ذكر لا إله إلا الله. أكثروا من ذكر لا إله إلا الله. أكثروا من ذكر لا إله إلا الله. أنت وما لا إله. وخذ بالك وانشم إيه؟ خلي إيه؟ أنت وماشي خلي الزنجيل بتاعك لا إله إلا الله. واخد بالك والزيت بتاعك الصلاة على رسول الله. واخد بالك والترسم بتاعك تقوى الله. الترسم بتاعك ايه؟ تقوى الله. وحد الله. واللي رجلين اللي هتمشي عليها التوكل على الله. وحد الله. اللي هي حاجات مهمة. واخد بالك تكتر من قول ايه؟ لا اله الا الله. أفضل ما قلته أنا والنبيون من إيه؟ ولذلك سيدنا الصالحين كان المريد البادئ يدوا له إيه؟ يقول لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله. قولها 30,000 100,000 50,000 مش شرط في يوم يعني. لا اشتغل فيها يعني كذا بس المهم لا يكل لسانك من لا إله إلا الله. لأن ذكرك لا إله إلا الله يعطيك مدد من الله سبحانه وتعالى. وللا إله إلا الله روائح زكية. روائح زكية. واخد بالك وأنوار جلية. لما تذكر لا إله إلا الله كده تلاقي فيه إيه؟ تجيك ريحة الله، ريحة من الجنة. جربها. ريحة لا يمكن يماثلها إيه؟ رائحة إطلاقا لما تكتب من قول لا إله إلا الله. ريحة كده حلوة تريحك وتشرح صدرك لما تكتب من قول لا إله إلا الله. ثم لابد أن يكون تقول لا إله إلا الله تجري على لسان يخشى الله، على لسان يتقي الله، وتذهب إلى قلب فيه حب الله وحب رسول الله. ده كله المطلوب. الطريقة أقصر طريق يوصلك إلى الاستقامة هو مين؟ الحياء من الله. الحياء إيه؟ من الله. نحن عاوزين نستحي شوي. نستحي شوي. بلاش غفلة. بلاش إعراض. عاوزين نعلم أولادنا وحريمنا الحياة. عاوزين نعلم بناتنا الحياة. سيدنا رسول الله لما لقي أسماء وطلع بثوب رقراق كده قال لها يا أسماء إذا بلغت البنت المحيط فلا يحل لها أن يظهر أظهر وجهها في الوليات والكلمين. وحد الله. وانت عارف كانوا ايه؟ كان الحي فيه نور اسمه نور الحياة. ربنا إن شاء الله يكرمنا وإياكم به. نور الحياة ده ما تقدرش تفتح عينيك في نور وجهك. كان الوالد يقول على الشيخ الجمل الكبير كان الجمل يعمل ايه؟ يغطي وجهه من شدة النور. من شدة ايه؟ النور. ليه نور الحياة. واخد بالك. ويوم ما تحب واحد كده تلاقي فيه حياة. يوم ما تلاقي واحد ما تحبوش تلاقي ما عندوش حياة. سبحان الله. تلقائيا لو انت شفت اللي بتحبه ده
بس مش حب لا أنا بتكلم عن الحب بتاعنا احنا، مش حب بتاعهم هم. ممكن واحد يلاقي واد أموره ويحبه، أو يلاقي بنت أموره ويحبه، ده مش حب حياة، ده حب قلة أدب وحكي لا. واخد بالك؟ إنما الحب اللي هو الحب الذي ينبت الحياة فيك وفي جوارحك هو حب رسول الله. أن يكون رسول الله أشد حبا لك من نفسك التي بين جنبك. فيا ريت عشان ما نوقعش في الوضع فيه الجماعات والأحزاب، واخد بالك، أحزاب الرفق والعبودية لغير الله وليست الحرية. هي عارفة إيه؟ أحزاب الإيه؟ الرفق. لأن الحرية الحقيقية أن تتحرر من نفسك، وتتحرر من شهواتك، وتتحرر من ملذاتك، وتتحرر من الدنيا، تتحرر تفلت منهم. فروا إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى، أو أسأل الله وأنتم معي وجميعا ندعو الله سبحانه وتعالى بقلب وجه وبلسان واحد. اللهم ارزقنا نعمة الحياة، اللهم ارزقنا نعمة الحياة، اللهم أمدنا بمدد الحياة، اللهم اجعلنا من أهل الحياة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا سألناك في ليلة الجمعة أن تتجاوز عنا وأن تغفر لنا من الذنوب والسيئات ما كان منا. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك شرحا لصدورنا بنور الإيمان، واستقامة لجوارحنا بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين. من كان مريضا فاشفه، كان مبتلى فعافه، ومن كان مديونا فاقض دينه، ومن كان مضروبا ففرج كربه، ومن كان مغموما فأنزل غمه. اختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا من أهل الحسنى وزيادة، واجعل هذا المكان عاملا بذكرك مفتوحا بشكرك، خدما لأهل خلقك يا رب العالمين، ومؤلا لعيالك. اللهم جازي عنا ولد الشيخ عبد الله خيرا، وجازي عنا أحبابه خيرا، وجازي عنا من ولد هذا المكان إلى يوم القيامة خيرا، وجازي عنا من أحسن إلينا خيرا، وجازي عنا كل الأحباب خيرا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.